سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح 16. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا للسبعة الملائكة: امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة ورضية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر، فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى الينابيع المياه، فصارت دما. وسمعت ملاك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا، لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا، لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما، وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات، فنشف ماءه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب 3 أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا: قد تم. فحدثت أصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا. وصارت المدينة العظيمة 3 أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه. وكل جزيرة هربت، وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزنه نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد، لأن ضربته عظيمة جدا. والصبح لإلهنا دائما أبديا آمين. الإصحاح 16 بيذكر 7 جامات اللي هي جامات غضب الله. الله ينفذ وعوده، والجامات دهيت بتغطي 7 أمور: الأرض والبحر والأنهار والشمس ومملكة الدجال ونهر الفرات والهواء. وكل جامة موصوفة بتعمل إيه، لها أثرها المدمر والخطير، واللي يمكن البشر ما شافوش زيه قبل كده. لكن أنا أحب أقف وياكم عند الآية رقم 15 في هذا الإصحاح: ها أنا أتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته. طبعا الآية دي آية يعني زي ما تقولوا كده آية اعتراضية، وهي كنوع من التعزية وسط الآلام. طبعا الآية دي ممكن يعني تتحط في نهاية الإصحاح، لكن هي علشان تعزي الإنسان وتقدم له فرصة إنه ممكن يتوب، ياخد باله إنه يستعد لمجيء المسيح الديان العادل والذي يأتي كلص. وهنا كلمة لص يعني ملوش توقيت محدد، ملوش زمن محدد. وهنا بيقدم طوبة. سفر الرؤيا مشهور بالتطويبات: من يسهر يعني يستعد، يحفظ ثيابه، يحفظ سلوكه، يحفظ حياته، يحفظ الوصية اللي فيه،
والآية دي بمعناها اتكررت أكتر من مرة في سفر الرؤيا، زي ما بنقرأ في الإصحاح الثالث أو هنقرأ في الإصحاح رقم 22. وطبعا هنا بيقول في عدد 16 جمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون. وطبعا الكلمة دي عليها تفسيرات كتيرة خالص، وبيتكلم فيها ناس كتيرة جدا، وأحيانا يوصفوها أوصاف متعددة. يعني المدينة دي هرمجدون هي بلد جنوب شرق ميناء حيفا، وده طبعا موقع استراتيجي مهم بيربط الشمال، بيوصل لغاية بابل في شمال العراق. الاسم ده ما جاش قبل كده في الكتاب المقدس، وغالبا هو موقع رمزي. يعني صحيح ان قلنا له موقع على الأرض، لكن غالبا هو موقع رمزي كميدان من ميادين القتال الشهيرة اللي مشهورة بالدماء وبالحزن وبالألم. وكلمة هرمجدون، هر معناها جبل، وكلمة مجدون أو مجدو معناها حصن. أحيانا يسمى جبل اللصوص أو الموضع الدنيء أو موضع تجمع قوات الشر. ربنا يفرحكم ويحفظكم.